أتيناك بالفقر يا ذا الغنى. يا هلا والله، رجعت لكم من جديد بفلوق جديد. معكم نجلة صانعة محتوى يوميات. إذا لأول مرة بتشوفوني لا تنسوا تضغطوا على اللايك وتشتركوا بالقناة. ربي يسعدكم يا رب. أنا كتير متحمسة ومبسوطة لأبدأ أول خطوة بمشوار جديد بإذن الله. رح شارككم لحظات حقيقية من يومي وأشياء خفيفة من القلب للقلب. هدفي من القناة إنه كون عالم خاص فيني مليء بالضحك، نتعلم فيه في تفاصيل كتير حلوة، نستفيد ونفيد بعض بإذن الله. فإذا حبيتوا لا تنسوا تتابعوني، رح تحبوني. يا شحارة يمكن لعيت كتير مو. خلونا نبدأ. بسم الله والصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. رجع ابني الكبير من المدرسة وقال لي يا ماما مخور من الجوع، فلحقت له هاي السندويشة. تفضل حمودة. شكرا. كتير طيبة ولذيذة وحسبت حسابي معه لأنه عن جد طيبة ما شاء الله. الجو له رهبة وحلاوة بنفس الوقت، كأن عم يقلنا لملموا قلوبكم وتعالوا نبدأ فصل دافئ رغم البرد. لذلك قلت خليني ابدا النهار بكيكه تدفينا العظام، كيكة الشوكولاتة المعروفة. فبلشت ب4 بيضات وكاسة ونص سكر وظرف فانيلا ومعلقة خل أبيض، وبخفقهم هيك أول شي دون تشغيل، وبعدين بشغله وضل بخفق لحتى يصير المزيج لونه أبيض. بعدين حطوا كاسة زيت نباتي وكاسة حليب، والمكون الأساسي لهالكيكة نص كاسة من بودرة الكاكاو. في الشتاء كل شي بيصير أحلى، وخاصة لما تعبي ريحة الشوكولاتة البيت. يا سلام غير الشكل. خبروني أي فصل بتحبوا أكتر. أنا بالنسبة لإلي بحب الشتوية أكتر. بعد ما خفقت لكم هالمكونات جبت لكم كاستين ونص طحين مع ظرف بيكنج بودر ونخلتهم بهذا الشكل، وصرت أحرك من تحت ولتصير هشة وطرية. خذوا هالسر هدية. ربع معلقة من كربونات الصوديوم مع معلقة خل، وبتحطوهم فوق الكيكة وبتحركوا من تحت لفوق. بعدين جاد دهنته شوية زيت وحطيت المزيج فيه، والفرن حميته مسبقا على درجة حرارة 180 شغال تحت وفوق. بندق القالب كم دقة وبشوية عود لحتى نفرغ الهواء، وهيك الكيكة عم تنخبز. يا سلام الروايح غير الشكل. وفجأة تخيلوا حمامي اجت على البرندة كأنه شمت ريحة الكيك وعم بتقلي لا تنسيني. حبيت شارككم هاي اللحظة. رح جهز تشريبة الكيك لحتى تضل الكيكة رطبة. فانتوا اذا بتحبوها كتير رطبة فزيدوا كمية الحليب، يعني زيدوا المقادير. انا بحبها وسط، لا كتير رطبة ولا كتير ناشفة. فحطيت كاستين حليب ومعلقتين كاكاو بودرة ومعلقتين سكر، يعني كل كاسة بدها معلقة بودرة ومعلقة سكر. بالآخر إضافة الشوكولاتة اختياري، إذا حبيتوا فيكم تضيفوا. وباعتبار الجو بارد فأفضل مكان لحتى برد هاي التشريبة هو البرندة. حطيتها على البرندة لبين ما تصير الكيكة جاهزة. شوفوا ما شاء الله اللهبة مع الجو غير الشكل. ايه شو هاد يا ام الجوج، لك يسلم دياتي ما شاء الله. والله الكيكة طالعة شيخ ورافع على الاخر. هون تأكدت من الاستواء وهون شربت الكيكة، ورح اتركها بقى للمسويات لحتى تشرب هاي التشريبة كلها. وجليت لكم هالجليات لحتى يضل المطبخ نظيف، وباعتبار الفرن لساته ساخن قلت خليني الحقه بتنظيفي على السريع. جبت لكم جهاز البخار وبلشت يلا دعك. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله هالجهاز كتير انحظيت فيه. يعني كنت حاطة قلبي على إيدي ما يطلع الجهاز ظريف، أو قوة البخار مو كافية. ما شاء الله قوة البخار شي على كيفكم. وهون رح اجهز الطبقة الأخيرة من الكيك، بتجي يعني صوص الشوكولاتة بس بيكون سميك. حطيت كاسة حليب وكاسة زيت نباتي وكاسة سكر، وحطيت 3 معالق من بودرة الكاكاو الخام. بالبداية الصبايا بحركهم على البارد، بعدين بخفقهم بالبلندر لحتى يسمكوا. وهون جارتي التركي سكبت لي هالسكبة يسلم دياتها يا رب. بعد ما يصير سميك بهذا الشكل رح اضيف له شويه شوكولاته واحطه على الغاز واحركه لحتى يبقبق، وبعدين بتركه لحتى يبرد. خبروني شو حضرتوا بمناسبه تحرير سوريا. يا الله قديش حلمنا بهاللحظه نشوف فيها سوريا واقفه على رجليها. الله يكمل فرحتنا ويبلشونا باعاده الاعمار. بركي بترخص البيوت يا صبايا وتتوفر فرص العمل، لان جد سوريا بدون عمل بدون بيت يقوينا كثير صعب العيشه فيها. اكتبوا لي بقى تحت بالتعليقات من وين عم بتتابعوني. هلا طبعا حطيت لكم خطوات الكيك ورا بعض، بس انا زينت المسا وحطيتها بالبراد لتاني. وبعدها على السريع قلت لحالي خليني اعمل اكلي من اكلاتنا الادلبيه الاصيله. فقررت دلل حالي ودلل العيله واعمل لهم اكله شيخ المحشي بالباذنجان. هالاكله اذا حكينا عن ريحتها لحالها بتقوم ادلي وبتقعد على قد مو طيبه ولذيذه. اللي ما جربها راحت عليه. بلشت بالباذنجان ومسكتهم وحده وحده وشلت القمع، وبعدين شلت السدي. ما بدي زعل حدا، طبختي بعملها على يومين لذلك الكمية وفيرة. ما بقدر اشتغل اي شغلة اذا ما كان في كيس قدامي. بحب احط كل الوسخ اللي رح يطلع يعني من الطبخة وقت اللي بدي اجهزها بهذا الكيس لحتى ما يتوسخ عندي المجلة. وبلشت انقر بهالباذنجان وحدة وحدة. ما بدي احفرهم مثل المحشي، لا بس شي طالع اللب، كأنه فاتحة معركة معهم. وحدة بتطلع قاسية وحدة بتطلع ناعمة.
يا سلام غير الشكل. بعد ما حفرتهم كتير منيح، شوفوا الكيس هلأ خلصت، رح لفه وأحطه بسط الوسخ ما بده شي وضل عندي المجلى نظيف. رح أخدهم على الغسيل، رح أغسلهم كتير منيح لحتى هيك يتنفسوا ويصيروا غير الشكل. شايفتك انت وياها عم تتفرجوا بس ما عم تحطوا لي لايك. يلا يا صبايا ايدكم على اللايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة. هلا هون رح اقلبهم على القفا لحتى تصفي ميتهم كتير منيح. بننظف مكان العمل حتى نشتغل على نظافة. تعالوا نحضر حشوة خفيفة ولطيفة. رح نحط لحمة، هو بس انوجدت اللحمة يا بنات خلص الأكلة طيبة. اللحم مع ايش ما حطيتي بيطلع طيب. حطيت لحمة وملح وفلفل، ما بدها شيء تاني ابدا. بمعسها كتير منيح وبتكون عندنا الحشوة جاهزة. بتركها ني وبحشي فيها الباذنجان هو ني. لا تقولوا لي انه ما بتطلع طيبة وما بتستوى اللحمة، لا بالعكس بتطلع كتير طيبة وبتستوى بالقلي. لان هلا بعد ما احشي الباذنجان رح اقليهم. لا تاخذوني قلعت الكفوف، ما خرج ابدا بالطبخ البس كفوف. فاولوياتي في الحياة هي راحتي، يعني بحب اعمل الشغلات اللي بتريحني. خبروني تحت بالتعليقات شو أكتر أكلة بتحبوها، ويا ترى طبختوا ملوخي بيوم التحرير ولا لا؟ هلا أنا طبختها قبل بيومين، يعني طبختها وأكلتها قبلكم عشان ما تقولوا عني ما طبختها. بمقلاية على الغاز حطيت زيت نباتي ونزلت الباذنجان لحتى يشقر، ما بدي أقليهم كتير كتير، بس بدي إياهم بهذا الشكل. هلا شوفوا بيني وبينكم الأكل بالشتوية بحير، فإذا ما بدك تحتاري تابعيني لحتى تشوفي كل يوم طبخة جديدة. رح جهز هلا الصوص بعد ما خلصت قلي الباذنجان وحطيت الزيت على البرندة لحتى يبرد، بعدين بصفي. دوبت دبس البندورة ورح انقع كاستين رز. عيلتي 4 اشخاص فكاستين رز كافيات لنا، بحيث انه يزيد شي بسيط، نحنا ما بناكل رز تسخين ابدا. هلا بالطنجرة هاي سخنتها اول شي، بعدين حطيت شوية مي لحتى ما يعلق الرز عندي ابدا. حطيت زيت الزيتون وقليت الشعيرية مع الرز وحطيته له شوية ملح وهديت تحته لحتى يستوى على نار هادئ. احلى شغلة عملتها بحق نفسي وحق عائلتي انه اشتريت طناجر ستانلس وتخلصت من كل الطناجر الجرانيت اللي عندي. اخذت ماركة اسمها ماركة كوركماز، عن جد بنصحكم فيها كتير كتير. ودي تعالوا بقى نطبق الطبخة. حطيت الباذنجان، رشيت عليها نعنع وملح، وحطيت دبس البندورة اللي ذوبناه. وفي مكون اساسي هو الثوم المدقوق، انا ما كان عندي ثوم. انتظرت لاجا جوزي، دقيت شوية توم وخليتها تغلي الطبخة كما غلوة. تمام. هلا اللي وصلت معي لهون اكتبي لي تحت بالتعليقات شو هو المكون اللي نسيته. والله شوفوا لي على الوسواس، لو بدها تحروق ايدي بدي مسح حوالين الطبخة، ما بقدر ابدا. في جملة حلوة قوي بتقول ما تخافش تبدأ من جديد. يمكن تكون قصتك الجديدة أحلى. ربنا عمره ما بياخد منك حاجة إلا وهو كاتب لك الأحسن منها. الحمد لله خلصنا اكل وشبعنا. الله يديم النعمة علينا وما يحرمنا منا يا رب، ويطعم كل مشتهي وكل محروم يا رب. بعد ما خلصت اكل اول شغلة لازم ضب الاكل اللي زاد، لانه النعمة كبيرة. خبروني انتو بتبلشوا تنظيف المطبخ فورا بعد الاكل ولا بتاخدوا لكم استراحة؟ انا ليش الكذب، في بعض الايام اذا كنت تعبانة كتير كتير باخذ لي استراحة، بريح شوي وبنيم الاولاد وبعدين بقوم بنظف المطبخ. هاتوا خبروني لشوف شو اكتر خطوة بالتنظيف بتحسوها بتاخد وقت. بالنسبة لإلي هو الغاز المشحر المعتر اللي يا ويلا بيلتقي معاي من الصبح لوقت ما نام. هو يا ويلا عم نشتغل عليه، فكتير بياخد معاي وقت لحتى نظفه. بدك يسلم دياتك يا ام الجوج، لشوف مين منكم رح يقول لي يسلم دياتك. ويا صباح الفرح. اليوم الفرح ما له كلمة، الفرح هو دمعة تنزل من العين وتقول قدرتي يا سوريا وقدرنا نفرح فيك. سوريا حرة حرة، مبروك يا سوريين. وهيك خلص الفلوق لليوم. إذا حبيتوني لا تنسوا تتابعوني ولا تنسوا تحطوا لي لايك وكم تعليق حلو من دياتكم الحلوين. والسلام عليكم، وانتظروني بفلوق جديد.